بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة عملنا طريقة الحواوشي الجميلة ديت بطريقة سهلة جدا وبمكونات بسيطة جدا. هتعجبكم بإذن الله. كان طعمه تحفة وريحته تحفة وكان لين جدا وطري وتحفة. يلا بقى نشوف الطريقة ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا بوريه لكم اهوت وبقول لكم ان هو طري كده وجميل وما كانش ناشف خالص. ده كان جميل جدا وكان طعمه خطير. هعمله بطريقه جديده خالص مش زي الطرق اللي انتوا بتشوفوها على اليوتيوب. كل الناس بتعمله بالطريقه ان هم بيسيبوه اللحمه فيه نيه. انا بقى هعمله لكم بطريقه جديده خالص وهتجربوها هتعجبكم باذن الله. اول حاجه بقول لكم ده المكونات بتاعتنا. الدقيق كان كيلو ونص دقيق، ومعلقه كده بيكنج باودر في الكيس ده، ونص معلقه ملح ومعلقه سكر، ودي ميه للعجن. يلا بينا بقى وهاخد شويه زيت من دول بساط كده ونعجن. يلا بينا نعجن بقى الحواوشي بتاعنا بالطريقة ديت وهيعجبكم وهتحبوه بطريقة سهلة جدا. حطيت المكونات الجافة على بعضها، السكر والدقيق والملح والبيكنج باودر، وهنقلبهم في بعض كده تقليبة حلوة. جربي بطريقتي وقولي لي النتيجة في الكومنتات، هتعجبكم بإذن الله. لو أول مرة تشوفي قناتي شرفني ان انت تكوني معايا وتنوريني كده في قناتي وتعملي لي اشتراك وتعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت جميل زيك كده وتقولوا لي ايه رأيكم في الحواوشي. خلاص قلبنا المكونات بتاعتنا اهي التقليبة كده كويسة ببعضها علشان نعجن بقى كده. انا بحب افتح العجينة كده الدقيق قبل ما احط المية علشان اما اجي اعجن العجينة نلفها كلها حوالين بعضها كده بتبقى حلوة ان انتي تجيبي الدقيق كله من حوالين الحلة كله. حطينا المية كده بقى وهنعجن مع بعض يا حبايبي علشان نعجن العجينة الجميلة ديت. لو حابة تعمليه في العيش اللي بيشترى من المخبز اعمليه، بس انا حبيت ان انا اعمله في العجينة لان كان عندي الدقيق، فحبيت ان انا اعمله من الالف الى الياء كده معاكم بالطريقة دي. الطريقة التانية سهلة جدا لانك مش بتعجني عيش ولا بتخبزي ولا بتفردي ولا بتعملي حاجة. انتي بتجيبي العيش جاهز وبتفتحيه وبتعمليه تحشي في قلبه اللحمة وخلاص وتدخلها الفرن. كده بقى كنت عجنت العجين اهوت نص عجنة ونزلت عليه بربع كوباية زيت كده، وهلم العجينة بقى كده مع نفسي وارجع لكم علشان اوريكم النتيجة واوريكم الطريقة الجميلة ديت. طبعا عشان ان انا ماسكة التليفون بايد واحدة مش متمكنة من من الحلة، بس بصراحة كانت طعمها جميل جدا. يا ريت يا حبايبي تشجعوني شوية بس كده في القناة لان المشاهدات نازلة جدا واللايكات نازلة. ما تستخسروش فيا اللايك، حطوا له اللايك علشان الفيديو بتاعنا يوصل لاكبر نسبة عدد مشاهدة. كده بوريكم العجينة بقى ان هي لتتها وخليتها جميلة. هعملها كور بقى كده نفردها مع بعض. كده بقى كنت فرمت اللحمة بتاعتنا. انا على فكرة عاملاها بلحمة فراخ وبلحمة جزاري، كان عندي مندي وعندي مندي، ففرمتهم على بعض كده ببصل وبقرنين شطة حاميين كده. كانت عاملاه سبايسي كده وحامي بس كان طعمه تحفة. كده بقى بوريكم ان انا قطعت العجينة اهيت لكور. كنت في الوقت ده عاملة 15 واحد، الكيلو ونص عمل لي يا 15 يا 14 بس. وشوفوا كنت مكبرة الكرة قد ايه علشان لما احط فيه العجينة بتاعتنا الخليط بتاعنا اللحمة ما يبزش من يطلعش بره كده العجينة. طبعا انا بتكلم بطريقتي، محدش يضحك علينا. كل واحد بيتكلم بطريقته حسب بلده اللي هو عايش فيها. إيه كده بقى بقول لكم ان انا كده فردت العجينة اهيت. خدت رغيف من اللي احنا عملناه وهفرد بقى العجينة بتاعتنا كويس كده. انا حبيت اعمله بالطول كده طويل علشان احط الخليط في قلبه ونتنيه كده مع بعض ونقفله يطلع معاكي كده جميل وبكل سهولة هتعمليه. حتى لو انت عجناه زي ما انا عجنت كده مش بياخد منك وقت خالص وبيبقى جميل جدا وبيعمل معاكي كمية كبيرة احسن ما تشتري انت العيش.
يعني انت لو هتجيبي كيلو دقيق هيعمل معاكي اكتر ما هتشتري عيش. كده بقى كنت ايه فردت الرغيف بتاعنا، وهنزل بقى ايه باللحمة عليه كده، وايه وهفردها في قلب الرغيف. ولو حابة تعمليه في طاسة تيفال عندك، او على الطاسة بتاعة الكريب بيبقى جميل كمان. حتى لو هو عجين كده وحبيتي تفرديه تسويه في الطاسة بيتسوى، وتهدي عليه النار وبيبقى طعمه جميل. لو ما عندكش فرن او ما بتستخدميش فرن، يعني ما تخليش حاجة توقفك، خليكي على طول بتفكري وبتتصرفي وبتعرفي تعملي كل حاجة وتمشي نفسك كده. لازم ان احنا نحط الحاجة في دماغنا، ما نخليش حاجة توقفنا ونعملها، تبقى ما شاء الله عليها هتعجبك جدا. كده بقى كنت حطيت الايه المكونات اهية اللحمة، وتنيت الرغيف كده على بعضه وقفلته من الجناب كويس، وهبططه كده ايه تبطيطة حلوة كده، افرد فيه اللحمة وما خليهوش كمان ان هو تخين ويبقى ايه عجينة من جوه، عشان اما ادخله الفرن اعرف اسويه ويبقى جميل كده ولذيذ. كده بوريكم اهي طريقة التقفيل، وشوفوا عملته سندوتش كده ايه نظام شقة كده، كأنك شقاه بس ما شاء الله عليه كان طالع جميل. كده بقى وريتكم طريقة الفرد، شوفوا قلبه فاضي وجميل جدا، وهيطلع معانا بكل لذاذة وكل جمال، وهتحبيه بإذن الله. جربي الحواوشي على طريقتي وقولي لي ايه رأيك. كده اهوت كنت شلته بقى حطيته في الصاج بتاعنا. ابقي تهني الصاج دهنة زيت قبل ما تحطي فيه علشان ما يلزقش منك وهو في الفرن. كده اهوت حطيت كمان واحد، فردت كمان واحد. الاولاني ده انا فردته على زيت، وده انا فردته على دقيق. بس هقولك الفرق ما بين الاتنين. الفرق ما بين الاتنين ان اللي مفرود على زيت بيغلبك شوية في القفلان بتاع الرغيف، انما اللي معمول على دقيق كويس جدا وطلع معايا نتيجته احلى من اللي معمول على زيت. لو حابة تجربي على طريقتي وتعمليها على الدقيق اعملي زي ما انا عملت عشان يطلع معاكي بطريقة ناجحة وتعرفي تشيليه. ده خلاص خدته كمان، وده حطيته في قلب الصاج وفردته في الصاج. ما حبيتش ان انا افرده خالص في الصينية اللي انا ببطط عليها. بعد ما قفلته شلته كده وحطيته في الصاج وفردته بايدي على قد ما انا عايزة، علشان ما شيلش واحط فيه ويتبهدل مني. اما يبقى صغير كده تعرفي تتحكمي فيه وتشكليه زي ما انت عايزة. وعلى فكرة مش بيلزق خالص، هو لما استوى كان جميل جدا جدا جدا. كده خلاص انا بوريكي اهوت ان انا عملت الكمية كلها. هاجي بقى على كل وش رغيف من ده وهرش رشة زيت، وهفرد بالايه بالفرشة على وش الحواوشي علشان يديك النتيجة الجميلة ديت. بيبقى لونه ذهبي كده وحلو، بس كان طالع جميل جدا. هيعجبك بإذن الله وهتدعيلي. اعملي الطريقة ديت وقوليلي ايه رأيك فيها. هندهن بقى كده ايه وش العيش كله الحواوشي طبعا. وجربي الطريقة ان انت تعصجي اللحمة قبل ما تحطيها في رغيف العيش. حتى لو انت شارية العيش هيتعجبك جدا. انا من النوع اللي انا مش بحب بصراحة ريحة اللحمة وهي نية كده في قلب الرغيف، بحس ان انا نفسي جاية عليا كده ومش بحبه بصراحة. انا بحب اعصج اللحمة واشتغل بيها متعصجة، هتلاقيها طعم تاني تاني خالص. عصجي اللحمة زي ما بتعصجيها للمكرونة وللرقاق، واعملي بها الحواشي وهتدعيلي هتعجبك جدا. كده بقى كنت بوريكم الكمية اللي انا عملتها كلها. كنت عاملة كمية كبيرة وكان الرغيف كبير جدا، يعني كان اللي بياكل واحد كان ما شاء الله بيشبعه. وكنت عاملة كمية كبيرة جدا من الكيلو ونص دقيق. كده بوريكم اهوت الحواوشي هو في الفرن. شوفي كان قابب ازاي وكان طعمه جميل جدا. على نار هادية ما تعليش عليه علشان يظبط معاكي. سويه الاول 10 دقايق كده على نار هادية، وبعدين علي عليه علشان ما ينشفش كمان منك، وتلاقي قلبه من جوه جميل وبالنتيجة جميلة ديت. تشوفي من فوق ومن تحت
كان احمر ومش محروق ولين، وكان من جوه طعمه خرافة. كان جميل جدا، كله ما شاء الله، كله الله اكبر عليه، كان طالع بالنتيجة الجميلة دي، وكانت حلوة قوي. يا رب تعجبكم. حطوا لي اللايك بقى كده، وما تنسونيش بالاشتراك في قناتي على اسرار الطبخ مع ام علي، وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. وعايزاكم تنوروني كده باللايكات وبالاشتراكات في قناتي على اسرار الطبخ مع ام علي، وقولوا لي ايه رايكم في الحواوشي الجميل ده. على فكرة الكاميرا ظلمة كمان، كان طالع احلى من كده. يلا عائشة بقى تقطع معاكم ايه رغيف حواوشي من ده، وهتوريكم النتيجة الجميلة اهيت. شوشو هي اللي قطع الرغيف ده، شوفوا من جوه كان لسه سخن خالص، بس كان جميل جدا. ويا ريت لو ما بتحبش الحراق حط للحواشي قرن شطه كده حراق او شويه شطه، وهتاكليه وهتدعيلي. الحواوشي وهو حراق بيبقى طعم تاني، هيعجبك باذن الله. دي كانت الطريقه بتاعتنا، ودي طريقتي. باي باي.